الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا الحلقه السينمائيه من برنامج الكره مع محمد صالح. النهارده فعلا يوم الوفاء، يوم التجديد، يوم الحب. النهارده بجد انا معايا قيمه وقامه، معايا اعلامي وشاعر قدير جدا، وانا بقدمه بجد. انا بقول له شكرا وبعت له من برنامج كره محمد صابر رساله حب وتقدير. معايا ومعاكم الشاعر والاعلامي القدير استاذ عبد الله عبد السلام. اهلا بيك يا استاذ عبد الله. اشكرك جدا يا استاذ محمد، انا سعيد اكتر بجد ان انا موجود معاك في برنامج مميز. والله دايما حضرتك بتلفتنا بيه من وقت لاخر. حد محلل رياضي رائع، بيتكلم من قلبه، صاحب فكر وصاحب رساله. بالعكس انا سعيد جدا بوجودك النهارده، والنهارده بفضل ربنا يدينا مثلا بظاهر الحب بشخص متواضع، ويا رب اكون مستحق للتكريم ده، والتكريم بيحملني مسؤوليه دول افضل عن حسن ظن الناس بيه. حضرتك يا استاذ عبد الله تستاهل كل خير، لانك حضرتك اعلامي قدير وشاعر قدير، وحضرتك استاذي وانا وكل الناس اتعلمت من حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. في اليوم الجميل ده يا استاذ عبد الله، ايه الكلمه اللي حضرتك عايز تقولها للبرنامج بتاع محمد صابر، كل اللي بيحبوه، كل واحد النهارده عايز يكون اعلامي؟ ايه الرساله اللي عايز تقدمها له؟ من حق اي حد عنده استعداد، عنده موهبه، عنده رغبه ان هو يعمل يشتغل على نفسه، بس لازم يبقى متاكد ان الموضوع مش محتاج. لازم يشتغل على نفسه، لازم يجوز، لازم يطور من نفسه، لازم يبقى متماشي مع العصر. حتى من مش شرط اي حاجه، تصوير، مونتاج، كل ده احنا بقينا دلوقتي عايزين الاعلام الشامل اللي احنا نحس ان هو فاهم كويس جدا، عشان خاطر الدنيا ما بقتش فريق عمل زي زمان. فريق تصوير، فريق طباعه، معاه كان مثلا رئيس تحرير الموضوع. اعتقد ممكن وانا نشوف كده يعني ممكن واحد